كانت الحيرة في البداية هو إزاي ممكن نبدأ هذا النوع من الحوار، وإزاي يتم الحديث مع حضرتك بشكل مغاير عن كل المساحات الإعلامية اللي حضرتك تفضلت بالظهور فيها. آخر ما وصلت ليه هو إنه الحديث عن ذكريات لا أعلم مدى تعلقها في ذاكرة حضرتك حتى هذا التوقيت. تتذكر صفد، تتذكر بدايات الطفولة، تتذكر مراحل التهجير وصعوبتها والانتقالات إلى حينه. ماذا علق وماذا يدور في ذهنك حين تتذكر هذه اللحظة على وجه التحديد؟ شكرا جزيلا لك، وأنا سعيد جدا أن أكون معكم في محطتكم، وهذه يعني فرصة تجعلني أعود إلى ذكريات كثيرة. أنا الحقيقة من مواليد مدينة صفد عام 1935. تربيت هناك حتى وصلت ل13. بعد ذلك حصلت النكبة في عام 48 وخرجنا لاجئين إلى سوريا. كنت في ذلك الوقت في الصف السادس طالع إلى الصف السابع ابتدائي، وأذكر تلك الأيام تماما بكل تفاصيلها كيف حصلت. وأعتقد وأتذكر أننا لم نكن على استعداد في ذلك الوقت للمواجهة بسبب الاحتلال البريطاني اللي كان يمنع على الفلسطيني أن يكون لديه أي نوع من السلاح، بينما في المقابل كان مسموحا للإسرائيلي أن يتملك كل شيء. خرجنا من فلسطين في أواخر 47 48، وهنا أريد أن أقول إن عدد اللاجئين الذين خرجوا من بيوتهم في ذلك الوقت هو 950,000. خرجوا إلى جزء من الضفة الغربية وإلى غزة وإلى الأردن وسوريا ولبنان والعراق. لكن سيد الرئيس، الجزء الهام اللي أريد أن أتوقف عنده هي مشاعر الطفل في هذا الحين. كيف تعاملت إنسانيا ونفسيا؟ ما هي مشاعرك الأولية التي ما زالت عالقة عن هذه اللحظة؟ كنت أعتقد أو هكذا يعني وضع في نفوسنا أننا سنغيب أسابيع، أو هكذا قيل لنا، المسألة مسألة أسابيع، ولذلك اخرجوا وستعودون. فخرجنا كما نحن، تركنا كل شيء، يعني لم نحمل معنا أي غرض من البيت على أمل أننا سنعود. ومع الأسف منذ 48 إلى يومنا هذا حصل ما حصل. دونت هذه اللحظات سيد الرئيس؟ كل هذا مدون عندي في كتبي التي كتبتها مؤخرا ومسجل للتاريخ، لأنه فعلا ذكريات مؤسفة جدا ومؤلمة جدا. كيف حصل ولماذا حصل هذا؟ وبعتقد أننا يعني لم نكن نعرف الحقيقة. ما هي الحقيقة التي عرفتها؟ الحقيقة أننا خارجون إلى غير رجعة، وأننا أوهمنا بأننا سنعود. هذا الشيء المؤلم. مع الأسف لم نعود، وبالتالي كانت يعني حقيقة مؤلمة للغاية في نفوس الجميع. هل في هذه اللحظة، لحظة الخروج الأولى، المشاعر الأولى، أو حتى بعد تطورها واستوائها، هل كنت تتوقع أن تجلس هنا في هذا المكان؟ لا طبعا، ما كنتش أتوقع أي شيء إطلاقا. يعني عندما خرجت لا أعرف ما هو مصيري، وخرجنا لا نعرف شيئا، ووجهنا بالحقيقة أننا لاجئون، وأننا بحاجة ماسة إلى الدعم والمساعدة من وكالة الغوث ومن بعض المؤسسات الإنسانية،
وأن علينا أن نعتمد على أنفسنا، لأننا في ذلك الوقت لم يكن هناك هيئة أو مؤسسة فلسطينية. يعني انتهت الهيئة العربية العليا، انتهت نهائيا تقريبا، ولم يعد للشعب الفلسطيني من يمثله. في بداية انضمامك إلى هذه الحركة، إلى حركة النضال الفكري والسياسي إلى آخر هذه المسميات والمصطلحات، على أي أساس اتخذت هذا القرار؟ وحين اتخذت هذا القرار هل كنت تظن أنك قادر على أن تحقق ما لم تحققه في البدايات؟ يعني بعد مضي عدة سنوات على وجودنا كلاجئين، أولا اهتمينا بالحياة وبالتعليم، نقطتين مهمتين كان لابد أن المعيشة والتعليم. وكنا نعتبر ولا زلنا نعتبر أن التعليم هو الطريق الأهم والأسلم لكي تعيش حياة أفضل. فاهتمينا في البداية في هذا، تعلمنا وعشنا، ثم بدأنا نتذكر طيب إلى أين، إلى متى، ماذا سنعمل، ماذا يعمل المحيط العربي. وسألنا أنفسنا سؤال، وهذا السؤال سألناه أيضا لأشقائنا، يعني في كل بلد كنا فيه نسأل طيب أنتم تقولون ستحررون فلسطين، نعم، طب نحن ما هو دورنا؟ يعني يجب أن يكون لنا دور. إحنا يعني بدك تحرر لي الوطن وتجيب لي على طبق من فضة، لابد أن أقوم أنا بهذا الدور. هذا كان همنا، يعني هذا كان السؤال الذي استحوذ على عقولنا. طبعا لم نجد جواب، فقلنا لابد أن نعتمد على أنفسنا لعمل شيء ما للقضية الفلسطينية. من هنا بدأنا نفكر بتنظيمات سرية فدائية، كيف يمكن أن نستعيد الوطن. وهذا كان في منتصف الخمسينات، وبدأنا يعني بدون أن نتشاور، بدون أن نسأل بعضنا البعض، كل في بلده يفكر بهذا التفكير. ولذلك عندما كنا نلتقي كنا وكأننا تشاورنا في هذا الموضوع، وكأننا تباحثنا في هذا الموضوع. ولذلك ما أسرع كان أن التقينا وتوحدنا، وكانت بداية حركة فتح في أواخر في أواخر الخمسينات، 58 59، ومن هنا انطلقنا. نريد الانطلاق لعمل عسكري في فلسطين. البدايات، هذا فكر البدايات، هذه البدايات. بدنا عمل عسكري في فلسطين، عمل فدائي في فلسطين، نحرك الأجواء، لأنه الأوضاع كانت جامدة صامتة، لم يحصل في كنت ذلك. تؤمن سيد الرئيس بهذا الفكر؟ 100%، وليس لدينا ولم يكن أمامنا غيره. هو الطريق الوحيد، إنه لازم نحن نعمل شيء. إذا العرب عملوا يا مرحب، أهلا وسهلا، نعمل سويا، وإذا لم يعملوا فعلينا أن نعمل نحن، وهكذا كان. الراصد لتصريحات حضرتك المؤرخة إما لماضي القضية أو حاضر القضية أو حتى الأفق المستقبلي لها يرصد أن هذه البدايات تختلف عن الأفق السياسي الذي يرى مساحات الحلول في القضية الفلسطينية. هل ما زال الأفق في هذا التوقيت كنبت البدايات؟ هل ما زلت تفكر بنفس الطريقة باستعمال نفس الآليات في ظل هذه الظروف الحالية؟ نفس الهيئات، ولكن ربما تغيرت الآليات. يعني بالبداية استعملنا الكفاح المسلح، الآن أصبح من غير الممكن استعمال الكفاح المسلح، لابد من استعمال السياسة، المنابر السياسية، رؤية سياسية قاطعة. إلا بعد ذلك أصبحت هناك رؤية سياسية بعد قيام منظمة التحرير، وبعد أن أصبحت الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ثم بعد أن اعترفت منظمة التحرير بالشرعية الدولية، أصبح واجبنا أن نتعامل مع الشرعية الدولية. ولذلك قلنا هذا هو الطريق السياسي الذي نستعمله الآن. نحن الآن، أنا شخصيا الآن في فلسطين أستعمل الأسلوب السياسي، وفي أقصى الحالات نقول المقاومة الشعبية السلمية. ولذلك الآن في فلسطين
تستعمل وسائدة ويعني مقبولة من كل الأطراف. وجدواها سيد الرئيس. أن تبلغ العالم أن هناك شعب له حقوق يجب أن يحصل عليها بأي ثمن. ولكن سيد الرئيس هذه خطة بعيدة المدى. هل تعي هذه الفكرة؟ نحن طبعا نعرف تماما أن القضية صعبة وأنها بعيدة المدى، لأنه لو أردنا أن نعود إلى الوراء كان أنه لا يوجد هناك شعب فلسطيني، وكان يعمل على إنهاء وجود الشعب الفلسطيني. وإن كنا نذكر أنه إسرائيل من البدايات أبعدت كل الشعب الفلسطيني إلى الخارج، وقالت الكل يخرج ومن ثم يموت، الكبار يموتون والصغار ينسون، هكذا. صحيح. وقالوا أيضا شعار أرض بلا شعب لشعب بلا أرض، وليس حقيقي. ليش؟ لأنه عندما جاء هرزل إلى فلسطين في بداية القرن 1900 تقريبا، شاف في شعب فلسطيني، شاف في ناس. فشو قالوا في ذلك الوقت؟ قال علينا أن نمحو الفلسطينيين من الوجود لتصبح فلسطين أرضا بلا شعب لشعب بلا أرض. إذا النظرية إنه الفلسطيني غير موجود. للآن أمريكا، للآن إسرائيل لا تريد أن تعترف بالشعب الفلسطيني للآن. يعني لو سألتم في دولتين، طيب وين الدولتين؟ أمريكا تقول نعم في دولتين، لكن يحتاج الأمر إلى وقت طويل. إسرائيل تتردد للآن بالقول إنه في دولة فلسطينية. في فلسطينيين بدنا نشوف كيف نتعامل معهم. عندما جاء رابين واستلم الحكم في 1992-93 اضطر أن يعمل معنا أوسلو. أوسلو شو؟ اتفاق مبدئي، وإن كان اعترف في ذلك الوقت بأن منظمة التحرير موجودة وأنها هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. تحديدا أوسلو، تفضل. لكن تذكر من 93 للآن كل الجهود كانت تبذل من حكام إسرائيل وأولهم سيد نتنياهو الذي عاد إلينا الآن لعدم تنفيذ أوسلو. كان يطلق عليك في الإعلام وما زال أنك مهندس أوسلو. لا أمكن هذا. فظن البعض أنك مهندس وأنت حاصل على ليسانس الحقوق. لا أنا مش مهندس. أنا مهندس سياسي. وحضرتك بتفكر في هذا المنطلق. هل كان بنفس دقة بالبدايات انه تكون دي خطوة اولى تكئة نبني عليها؟ وهل لما بدأنا نهندس أوسلو، هل كنت تتصور ان افق أوسلو سيكون كما هو الآن؟ لا. وما هي الفكرة الدفينة اللي حضرتك كنت بتحتفظ بها لنفسك على امل ان تبني على ما سيأتي من ثمار لهذه الاتفاقية؟ أوسلو شو كان؟ أوسلو اتفاق مبدئي بين الفلسطينيين والإسرائيليين. بوجهة نظر الإسرائيليين إنه بتاخذ وقت طويل، إحنا من وجهة نظرنا إنه وضعنا رجلنا على الأرض. يعني تصور أوسلو شو سوت لنا؟ جاءت أوسلو بشيء مهم جدا، وهو أنه سمح لنا أن نعود إلى الوطن بطريقة ما. ثم بدأت الشخصية الفلسطينية تتبلور عالميا، ثم بدأ التمثيل الفلسطيني ينتشر في كل العالم. احنا عندنا أكثر من 110 سفارات في العالم، اسمها سفارات بين دولة، يعني بين سفارة ومفوضية ومكتب تمثيل وغيره، لكن موجودة كلها توحي بأنه هون في شيء قادم. هلا أنا أريد أن أسرع بهذا الشيء القادم. إسرائيل هل يسمح لك بهذا التسريع؟ وإحنا عم نعمل كل الجهد، حتى يعني كل جهدنا نبذله من أجل هذا. وخليني أحكي لك شيء. تفضل. ليش أرجع للتاريخ كثير لما مضى. وعد بلفور. كل الناس تعرف أو تعتقد أنه وعد بلفور إنجليزي. صحيح. لا، هو إنجليزي أمريكي. هو بين بلفور وويلسون رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية كانت من وراء الجدار تهندس مع البريطانيين مشروع وعد بلفور،
وعندما انتهى وعد بلفور هي التي طلبت من بريطانيا أن يوضع في صك الانتداب لتنفيذه، لأنه على أساس أنه بريطانيا ستتولى الانتداب على فلسطين. الحديث المتكرر الضاغط اللي حضرتك تفضلت بذكره عن الولايات المتحدة الأمريكية في الأيام القليلة السابقة لهذا الحوار، حضرتك تلقيت اتصالين من أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي وجيك سوليفان مستشار الأمن القومي، ماذا قال ولماذا اتصل؟ هذا موضوع حديث، هذا موضوع جديد الآن. هل تفضل الاستمرار في الحديث التاريخي؟ وضعت أمريكا يدها على الملف الفلسطيني الإسرائيلي منذ عام 1993 إلى يومنا هذا، لم يتقدم خطوة واحدة. هل ده قطع بالمعلومة ولا قراءة من السلوك المرتبط بمتابعة المفاوضات والتقدم؟ نحن يوميا في حالة مفاوضات واتصالات مع الأمريكان بالمقابل. نحن بنتحدث مع الإسرائيليين مؤخرا، حوارات بيننا وبينهم حول العلاقة الثنائية بيننا وبينهم. قلنا لهم اتفاق أوسلو يقول، اتفاق أوسلو ممنوع القيام بأعمال أحادية من قبل الطرفين، وانتم يوميا بتقوموا بأعمال أحادية. طب وقفوا هذه الأعمال الأحادية. من خلال السنتين الماضيتين إلى الآن ونحن نركز على هالنقطة هاي، إنه طب في اتفاق بيننا وبينكم مكتوب. حضرتك لا تمل؟ مكتوب. شو نمل؟ إذا مليت أنا بنتهي. يعني أنا أمل من الحديث عن قضيتي. أنا أعرف، يعني الحديث أنا أعرف أن القضية صعبة. لب الفكرة اللي بتدور في ذهن ونفس حضرتك إنه الوسيلة الحالية الممكنة القادرة على تحقيق هو سياسة النفس الطويل والطرق الدؤوب على الأبواب. أيوة، سياسة النفس الطويل والطرق الدؤوب وطرق كل الأبواب العالمية، علما بأنه الأمم المتحدة يكاد يكون أمل مفقود منها. ليش؟ أنا في خطابي الأخير في الأمم المتحدة صحيح قلت لهم في 754 قرار صدروا بإلي في الأمم المتحدة. قديش؟ 754 قرار في الجمعية العامة منذ 181 اللي هو قرار التقسيم، 194 قرار اللاجئين، إلى يومنا هذا لم ينفذ واحد منها ولا قرار. في 94 قرار في مجلس الأمن، إذا تذكرت 242 و338 آخرها 2334 اللي أخذوا أوباما، وهو من أهم القرارات التي أخذت في مجلس الأمن، لم ينفذ قرار واحد منها. جمعية حقوق الإنسان نفس الشيء، حوالي 90 قرار لم تنفذ. فإذا في الأمم المتحدة الوضع هيك. وبالمناسبة حتى تشوف التعامل مع أمريكا، أنا عم بحكي علنا هلا، يعني مش أسرار. الرئيس بايدن اتصل فيه بعد أن استلم الحكم ب6 أشهر، قال لي نحن شركاء، أنا مؤمن بحل الدولتين، أنا ضد الأعمال أحادية الجانب، أنا ضد استمرار الاستيطان، أنا ضد ترحيل الفلسطينيين من القدس ومن الشيخ جراح. حكى لي مجموعة من الأقوال، قلت له هذه الرود بتاعي، الرود ماب بتاعي، كويس؟ خريطة الطريق. أيوة، أنا مؤمن بهذا الكلام كله وأنا أشكرك عليه. يوم ما إجا زارني ذكرته بالكلام، قال لي حل الدولتين ولكنه بعيد المنال، ما أضاف عليها جملة خربوا. حل الدولتين ولكنه بعيد المنال، يعني يمكن 10 20 30 40 سنة، الله أعلم. حل الدولتين، ماذا ينقص أمريكا بتقول حل الدولتين؟ أن تعترف في دولتين، في إسرائيل موجود، هو معترف، يعترف بالثاني. يقول لي هذا بده وقت. ليش هيك؟ فبنرجع إنه الأمريكان
انه احنا بنطلب من الاسرائيليين الوقف الاعمال الاحاديه، والى جانبها الافراج عن الاموال اللي إلنا عندهم. إلنا اموال عندهم مئات الملايين من الدولارات بيجمعوها وبيحفظوها. طب اعطيني الفلوس اللي انت بتجمعها الي. فكره المصالحه، المصالحه الفلسطينيه لا غيرها. اي اوكي. الحديث عن الافق، يعني طالما نتحدث انه في هناك محاولات دؤوبه في تخطيط للقفز او الحصول على ميزات لصالح الدوله، لصالح الشعب الفلسطيني، لصالح الفكره، ازاي افق التركيز في ازمه المصالحه بيدور في عقل حضرتك؟ شوف، حماس قامت بانقلاب في 2007 واخذت غزه. صارت حوارات كثيره وكلفت مصر، وقامت مصر بجهود جباره. انا بقول لك بصراحه، عملت من 2007، حاولت جهدها بكل الوسائل انه تجري المصالحه، ثم غيرها من دول العالم بما فيها الجزائر. شو معنى مصالحه؟ انا مش طالب شيء الا شيء واحد. ما هو؟ ايوه، انه حماس تعترف بان منظمه التحرير الفلسطينيه هي ممثل الشعب الفلسطيني، وتعترف بالشرعيه الدوليه. لاني انا معترف بالشرعيه الدوليه، ولا استطيع ان اخرج عن الشرعيه الدوليه، وهذا الكلام منذ عام 1988. المجلس الوطني الفلسطيني الذي انعقد في الجزائر أقر بقبول الشرعية الدولية، وأنا ملتزم بالشرعية الدولية. فبقول لحماس اعترفوا بالشرعية الدولية وأن المنظمة هي ممثل شرعي، وعند ذلك كل الأبواب مفتوحة إلى مصالحة. الجزائر تم اتفاق، الآن بقي التطبيق. ننتظر بعد القمة العربية التي عقدت في الجزائر خلال أيام أو أسبوع أو أسبوعين، نعود لنبحث سبل التطبيق. سيد الرئيس، الحديث المرتبط هو حديث ملح، يمكن بيتابع إعلاميا وشعبيا عربيا وفلسطينيا من زوايا مختلفة، برؤى مختلفة، بتحليلات مختلفة. أنا عايز أسمع تحليل حضرتك عن فكرة الانتخابات. كيف تم الإعلان عنها؟ المعوقات، قرأنا ما قرأناه في الصحف، ولكن ما تمتلكه أنت من باطن السر، ماذا حدث؟ ولا الانتخابات استحقاق مهم عندنا وضروري، ولا بد فعلا أن نحققه طال الزمن أم قصر. بدأ الحديث بيننا وبين الأوروبيين حول موضوع الانتخابات، وقلنا لهم نحن جاهزون، في عندنا مشكلة واحدة فقط، وهي أن إسرائيل ترفض أن تسمح لنا أن نعقد هذه الانتخابات في القدس، علما بأننا عقدناها فيما مضى في 1996 وفي 2005 وفي 2006 عقدنا انتخابات في القدس، والآن إسرائيل ترفض ذلك. أنا لا أستطيع أن أعقد أي انتخابات بدون القدس، لأن القدس هي عاصمة دولة فلسطين، القدس الشرقية، وأي تجاهل لها الآن يعني أننا تنازلنا عنها، خصوصا وأنه كان في ذلك الوقت صفقة القرن وحديث ترامب عن أنه ما فيش قدس، ما فيش كذا، ما فيش كذا، وكأننا إذا قبلنا نثبت كلام ترامب، ولكن من حيث المبدأ بدون القدس لا نستطيع أن نجري الانتخابات. الأوروبيين قالوا إحنا مستعدين أن نتكلم مع الإسرائيليين، قلت له أنا جاهز، وحددنا الموعد بناء على الكلام. حددنا 20/5 أن تكون، أو 22/5 أن تكون الانتخابات. منتظرنا حتى 21/5 ولم يحصل جواب. فسألنا الأوروبيين هل وصلكم جواب من الإسرائيليين؟ قالوا لا. هل وافق الإسرائيليون؟ قالوا لا. قلنا إذن نحن
نصدر مرسوما بتأجيل الانتخابات. تأجيلها بمعنى تأجيلها بشكل مؤقت إلى أن تتاح لنا الفرصة لكي نعقدها في القدس. وإلى الآن إسرائيل تصر على موقفها، ونحن لا نستطيع أن نقبل بموقف إسرائيل. هذه القصة. طب سيد الرئيس، الجزء المرتبط بمنظمة التحرير، حضرتك في مسار الحديث انتقلت كثيرا حول هذه جزئية منظمة التحرير الفلسطينية، إما لماما فيما يتعلق بالحديث عن تفاصيل المصالحة وبعض من طلبات حضرتك على إتمامها بالشرطين اللي حضرتك سبق وأشرت إليهم. لماذا هذا التمسك بمنظمة التحرير؟ ما هو سر منظمة مكانتها في صلب هذه القضية؟ عارف فندم أنا بسأل السؤال ده ليه؟ لأنه حضرتك أعدت ترتيب أفكاري فيما يتعلق بهذا الحوار. فكرة رغبة حضرتك في الحديث عن التاريخ ثم مزجه بما سيحدث وما قد يحدث هو ده اللي خلى مسار الحديث ذهنيا بالنسبة لي اتغير، وبالتبعية بقيت أنا كمان مجبر على أنتقل ما حدث في الماضي وربطه بما حدث وسيحدث في المستقبل. ما هي منظمة التحرير؟ ما هو سرها الدفين حتى تتمسك بها هذا التمسك؟ منذ 48 إلى 64 لم يكن هناك تمثيل للشعب الفلسطيني، كان هناك ضياع كامل. يعني لم يكن لنا تمثيل، لم يكن لنا عنوان أمام العالم، لم يكن لنا وجود سياسي لا عربي ولا دولي ولا إقليمي ولا غيره. جاء المرحوم أحمد الشقيري وطلب منه في ذلك الوقت، وليش أدخل بالتفاصيل كثيرا، أن يتحدث مع الشعب الفلسطيني، كونه كان أمين عام مساعد للجامعة العربية في ذلك الوقت. وفعلا دار في كل أصقاع الدنيا حيث يتواجد الفلسطينيون، وخرج بنتيجة أنه لا بد من تشكيل هيئة تمثل الفلسطينيين، ولتكن منظمة التحرير الفلسطينية لها لجنة تنفيذية ولها صندوق قومي ولها جيش. وقبلت الدول العربية بذلك، ومن هنا أصبح لنا عنوان. هذا العنوان تمثله منظمة التحرير الفلسطينية. هذا العنوان أصبح معترفا به في عربيا وإقليميا ودوليا. عدم التمسك به ضياع. يعني افرض انه الان قلنا ما بدناش منظمة تحرير، شو يعني؟ ليس لدينا تمثيل، يعني ما فيش دولة، يعني ما فيش كيان، وبالتالي خسارة كبيرة للشعب الفلسطيني أو ضياع لأهم مكسب سياسي منذ 48 هو منظمة التحرير. طبعا جاء بعده، إذا ندخل في التاريخ شوي، من 64 لل 74 اعترف بالمنظمة بشكل مبكر أكثر أنها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، حتى لا يخطر ببال أحد أن هذا التمثيل سايح ضائع بين الدول العربية. لا، هو تمثيل يمثل، هذه تمثل وحدها حصرا الشعب الفلسطيني، والدول العربية تدعمها والشعوب العربية تؤيدها وتساندها وتقف إلى جانبها. من هنا أهمية منظمة التحرير الفلسطيني. طالما سيد الرئيس أشرت في معرض حديثك وهو حديث ذات شجون بالنسبة لي، على الأقل فكرة رغبة حضرتك وأنت حامل السر عن هذا التاريخ، العودة للتاريخ، واعتبرناه هو العمود الرئيسي في هذا الحوار. أين كنت في اللبنات الأولى، مراحل الإنشاء الأولى لمنظمة التحرير؟ ماذا رأيت؟ ما هي ذكرياتك حول هذه المرحلة؟ في ذلك الوقت كنا حركة فتح، وكنا نعد أنفسنا للانطلاق. وبالمناسبة كان هناك المؤتمر الأول لمنظمة التحرير الذي سيعقد في شهر 9 64 في القدس. في ذلك الوقت قررنا أن تبدأ الانطلاقة الأولى العسكرية لحركة فتح في شهر 1/9 64.
لكننا لم ننجح. لماذا؟ يعني الأشخاص الذين أوكل إليهم، تعرف هي المرة الأولى بعد 48، يعني قضية صعبة جدا، فلم يتمكنوا من إطلاق الرصاصة الأولى، وحصلت مشكلة عندنا وعدنا لاجتماعات وكذا، وقررنا أن تكون انطلاقة في 1/1/65، وحصلت في 1/1/65 صارت انطلاقة في البطوف إذا كنت تذكر، وذهب شهيد وذهب أسير في العملية، ومن هنا كانت الانطلاقة الأولى. وصلنا جنبا إلى جنب مع المنظمة، يعني نحن حاولنا أن تكون بيننا وبين رئيس منظمة التحرير وأعضاء منظمة التحرير نوعا من يعني التكامل، شبه تكامل فعلا بيننا وبينهم، فعلا مشينا معهم وكنا أصدقاء. يعني أحمد شقيري كان صديقا لنا في كل الفترة، إنما هو لم يتمكن أن يستمر، فقدم استقالته في عام 69 من 64 إلى 69، وبقيت المنظمة، بقي المجلس الوطني، وانتخب شخص آخر اسمه حمودة مكانه. وهذا الرجل طبعا بقي سنة أظن، ثم انتقلت قيادة منظمة التحرير إلى الفصائل الفلسطينية. الفصائل أقواها فتح، ولذلك كان لفتح نصيب الأسد في منظمة التحرير، ولذلك كان ياسر عرفات رئيسا لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى جانب قيادته لحركة فتح، واستمر وبقي. أنا كنت لم أكن يعني عضو في اللجنة التنفيذية إلا في 79، اخترت أن أكون عضوا فكنت عضوا فيها، لكن أنا ما كانش يهمني كثير وين أكون ما دام إحنا موجودين، ما دامت فتح موجودة، إلى أن أصبحت الآن المنظمة هي العنوان وهي الأساس، ولذلك نحن متمسكون بالعنوان والأساس. فتح موجودة ومنظمة وقوية، ولكن لا غنى أبدا عن منظمة التحرير الفلسطيني. 74 أخذ قرار من الجامعة من القمة العربية أن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. أصبحت الدول العربية كلها تتعامل مع المنظمة بشكل جدي، ولذلك الآن لا مشكلة إطلاقا، لا مشكلة بين منظمة التحرير وفلسطين وبين أي دولة عربية في هذا الموضوع. من خلال ما حدث ماذا قدم؟ ما هي التضحيات التي قدمت حتى نستطيع أن نتيقن أسباب هذا التمسك الشديد ببقاء المنظمة دون إخلال يكفي أنها تمثل الشعب، هي كلها تمثل الشعب. يعني افرض قلنا لا تمثل أو مش ممثل وحيد، معنى فيش ممثل الشعب الفلسطيني. يعني تصور أي دولة في العالم العربي وغير العربي إلا ممثلين في العالم، دولة هي ليست دولة. وكنا تحدثنا عن ما حدث في قمة الجزائر، ثم ما سبق قمة الجزائر الأخيرة، صحيح. ثم ما سبق هذه القمة بمحاولات المصالحة، وحضرتك تفضلت بالإشارة بأنه لم يتم العمل بشكل تنفيذي. ألم تتصلوا بالجزائر أو بمصر لإبلاغها أنه لماذا لم يتم اتخاذ خطوات تنفيذية؟ لا، هو حصل كل هذا، يعني حصلت مساعي المصالحة في الجزائر وقبلها في مصر. فالجزائر حاولت وجمعت التنظيمات واتفقت هذه التنظيمات، ومصر تعرف بكل التفاصيل وموافقة على كل التفاصيل، لأنه بهمني أنا أولا وأخيرا أن مصر المكلفة أساسا بالمصالحة أن تكون بصورة ما جرى. فجرى كل هذا قبل القمة. الآن بعد القمة ما خلصتش القمة، بالأسبوع أسبوعين خلصت القمة، سنعود لتطبيق ما اتفقنا عليه،
فسنجلس لنطبق ما اتفقنا عليه. لسه ما حصل، يمكن الأيام القادمة مثل ما قلت لك في البداية أو الأسابيع القادمة يحصل هذا ونستمر. طيب انا محتاج اقفز. طبعا مع التأكيد أن هناك جهات هامة في العالم لا تريد لهذه المصالحة أن ترى النور. اقفز على الفكره بشكل سريع. يمكن قفز ذي صله بنفس الفكره. كيف ترى نتنياهو؟ ماذا علمت ماذا فعلت بعد ان علمت انه او ان ائتلافه فاز؟ وشكل العلاقه قديما وكيف تتوقعها على الاقل من دراستك لتحليل شخصيه رئيس الوزراء الاسرائيلي المتوقع القادم؟ نتنياهو أعرفه من زمان. من امتى؟ من السبعينات، من التسعينات. لأنه بعد رابين جاء بريج ثم جاء نتنياهو واستلم أكثر من مرة. يعني هذه المرة السادسة أو السابعة اللي بصير فيها رئيس وزراء، وتعاملت معه كثيرا. الرجل لا يؤمن بالسلام. أنا بتسألني ليش تعامل معه؟ لا يوجد لي خيار آخر مع من أتعامل ممثلا لإسرائيل. أنا بحكي في مشكلة بيني وبين إسرائيل. إسرائيل تحتل أرضي، تحتل بلادي. مين رئيس وزرائها؟ نتنياهو. مجبر أن أتعامل معه، وبنفس الوقت متمسك أنا بمواقفي. يعني لا يعني هذا أنه إذا مش مؤمن بالسلام أقول له طيب خلينا نلاقي لنا حل آخر. لا، هو غير مؤمن بقول له لازم السلام ولا بد من السلام. والدليل على ذلك أنه في كثير من المرات أجبرنا أن يذهب إلى أمريكا. رحنا معه إحنا مرتين على أمريكا لنقاش عملية السلام. بس لو تسألني شو في داخله، أنا بقول لك كل ما برز عنه، كل ما ظهر منه، رجل لا يؤمن بالسلام. هلا كيف؟ شو بيؤمن؟ بيؤمن أن يبقى الاحتلال إلى الأبد. طب إلى متى؟ حتى الشعب الإسرائيلي لا يقبل منه هذا. حتى في أمريكا الآن، في أمريكا كثير من الأمريكان لا يقبلون موقفه. كثير من يهود أمريكا، وهذا شيء جديد من سنة أو سنتين وجاي، أنه كثير من يهود أمريكا يقولون أن إسرائيل دولة تمييز عنصري. عمرك كنت تسمع هذا الكلام من أول؟ إضافة إلى ذلك 90% من كنائس أمريكا لا تؤمن بسياسة إسرائيل، وتعلن علنا أن هذه السياسة لن تؤدي إلى نتيجة ولا بد من. فأنت هون بدنا نشتغل بأسلوب التراكمي شوي شوي، وفي الأساس فرض الرواية الفلسطينية. الرواية الصهيونية سائدة في أمريكا منذ، كما قلت لك، منذ مئات السنين. الآن نحن عم نحاول أن ندخل إلى المجتمع الأمريكي مباشرة الرواية الفلسطينية. هل الشعب الفلسطيني مدرك لهذه السياسة، هذا الخط الفكري اللي حضرتك بتنتهجه؟ طبعا أولا مدرك، ثانيا يعرف تماما، ثانيا ما عندوش أوهام أن الحل بكرة. ما عنده وهم، بيعرف. لأنه إحنا قد صرنا تحت الاحتلال 75 سنة تحت الاحتلال، ونعرف أنه إسرائيل من الصعب أن تخرج إلا بإفلاس نظريتهم. والآن النظرية، بس دي سياسة تعتمد على النفس الطويل. وهذا هو، هذا اللي بحكي فيه، النفس الطويل. إحنا ماشيين في النفس الطويل وبالتراكمية، يعني بالضربة القاضية ما مش ممكن. تتذكر سيد الرئيس لما تحدثنا في بداية هذا الحوار عن ذكريات البدايات صفد؟ نعم. الجميع من وراء الكاميرا قبل هذا التسجيل قالوا أنك تمتلك رواية أكبر وأعمق وذات أثر في القلب حول هذه المرحلة. لماذا لم تذكرها طالما أردت أن تتحدث عن التاريخ؟ أنت تسألني وأنا بجاوب. أنا سألت عن الفكرة. أنا عندي ذكريات كثيرة. ما هو الأقرب إلى قرب؟ ما هي الذكرى الحاضرة الملحة التي تأتي من وقت إلى آخر ولا تفارقك؟
حرب 48. هل تتذكر اللحظات الأولى للخروج من المنزل؟ الخروج من المنزل. أنا خرجت من المنزل باتجاه الشرق. أي شرق؟ شرق صفد. أوكي. إلى شمال بحيرة طبرية. ومثل ما أنا يعني كنت قال لي أبي يلا، فأنا مثل ما كنت بالحارة مشيت مش عارف في إيه. لوين؟ قال لي لبرا رايحين. رحت معه، لا غيرت ولا لبست ولا جبت شيء ولا عملت شيء، ضليت معه. بعدين التفت وانا طالع برا المدينه، التفت الى وكانني اودعه، فدمعت من حيث لا ادري، وظليت ماشي. وصلنا النهر، نهر الاردن او ما يسمى بالشريعه، وقطعناها، ثم ذهبنا الى سوريا وعشنا في سوريا. هل تتذكر غرفتك في ذلك المنزل؟ هل تتذكر غرفة نومك في هذا المنزل؟ احنا كان اولا ما فيش غرفة الي وغرفة لغيري، كنا في غرفة. غرفة؟ لا يعني الاولاد في غرفة، الاب والام في غرفة، بس مش معنى ذلك انه كل واحد له غرفة، ما كان هذا موجود عندنا. يعني اللي اذكر، تتذكر هذه الغرفة؟ اللي اذكر بيتنا 4 غرف كله، ونحن كنا 5 إخوة، أو كنا 7، صرنا 5، توفى 2 قبل ما نطلع، فكنا ساكنين في الغرفة. يوم تزوج الأخ الكبير أخذ واحدة، ضلينا إحنا الأولاد بغرفة، البقية وأبي وأمي في غرفة، يعني عايشين مع بعض. حتى وقت ما طلعنا، لسه وقت ما طلعنا أسوأ، وقت ما طلعنا كنا نعيش كلنا بغرفتين. يعني أخي المتزوج وأولاده 2 كانوا بغرفة، ونحن كلنا بغرفة. عشنا يا أيام صعبة جدا. طبعا اللي عاش في المخيمات لسه أسوأ، احنا عشنا في بيوت في البلد، بس اللي عاش في المخيم عاش في خيمة، كل العيلة. فتصور كيف عايشين. فالمرارة التي عشناها صعبة جدا، لكن تمكنا من التغلب على الصعوبات بالصبر وبالكفاح. الكفاح، العمل والتعليم. التعليم كان مهم جدا بالنسبة لنا، لأنه بمقدار ما تتعلم تشتغل. فتعلمنا وكنا نحن شعب متعلم، لكن استمرينا من أكثر الشعوب العربية تعلما، رغم الفقر ورغم الحاجة والفاقة اللي عشناها إلى يومنا هذا. الآن بفلسطين تعرف لا يوجد أمية، كل فلسطين ما في أمية. هل ده منبت ثقافة الشعب، الظروف الضاغطة؟ تاريخيا نحن هيك، تاريخيا هيك. أنا أعطيك مثل. الجامعة الأمريكية في بيروت في الثلاثينات كان 70% من طلابها فلسطينيين، و30% من كل البلاد ما فيها لبنان. تصور هذا إمتى؟ في الثلاثينات من القرن الماضي. هذا بيعطيك فكرة شو أهمية التعليم عندنا. كثير متمسك شعبنا بالتعليم. قد يكون هذا سؤالي الختامي، إذا لم توحي إلي من خلال الحديث بسؤال. أنت تسأل اللي بدك إياه، بس أنا ما عندي أوحي لك بشيء. ستوحي من خلال الإجابة، وده مسار الحديث. تفضل. حضرتك لم تجري أحاديث صحفية على مدى 5 سنوات تلفزيونية. المنصات هي الجامعة لكل منصات. صحيح. ما قبل هذه السنوات ال5، ما هو السؤال التلفزيوني الصحفي الذي كنت تتمنى أن يسأل لك ولم يسأل؟ ما هي الرسالة التي كنت تتمنى أن ترسلها ولم تستطع؟ لا، الحقيقة ما في شيء محدد، لأنه أنا دائما يعني أولا لا أحدد الأسئلة اللي بتسأل، وكثيرا ما كنت أسأل كل شيء وأنا أجيب. يعني ليس لي اعتراض على أي سؤال. كل ما في نفسك عبرت عنه بوضوح شديد. دائما أعبر عنه، خاصة
بالمنصات مؤخرا. أنا في الأمم المتحدة مؤخرا حكيت 50 دقيقة وهذا ممنوع، لازم تحكي 15 دقيقة بس. لكن لأول مرة قررت أني أحكي 50 دقيقة لأعبر عن نفسي في كل شيء. انت حضرتك كنت بتستعمل صور فوتوغرافيه في تعبيرك. نعم. ايه اللي كنت حضرتك عايزه من خلال حاول هذه أوصل رسالة للناس ومن الأمم المتحدة يعني للعالم عن معاناتنا ملخصة في 6 صور. 6 صور: عن الأسرى، عن هدم البيوت، عن الكفاح، عن الأطفال الذين قتلوا في غزة مؤخرا في الحرب الأخيرة 67 طفل. بهالست صور حبيت أقدم معاني المعاناة التي يعيشها الشعب بس الفلسطيني. تحت نفس الاستراتيجية اللي هي سياسة النقر المتواصل البسيط على كل الأبواب. ولازم تضلك تنقر على كل الأبواب وتلح في النقر. أنا من النوع الملح، يعني أنا لا أمل من أنه أعيد الطلب مرة واثنين وثلاثة، لأني أعرف أنه أحيانا كثيرة يتم تجاهل طلبي. والدليل على ذلك أن الأمم المتحدة تجاهلتني أكثر من 70 سنة، من يوم 47 إلى يومنا هذا، ولا قرار نفذت لي. ومع ذلك بيأس. لا مكان لليأس عندنا. أنا بقول دائما إذا وصلت إلى مرحلة اليأس يجب أن أتخلى عن عملي. يجب. يعني لو شعرت في يوم من الأيام الأبواب مقفلة ما فيش شيء، خلاص بقدر لازم أترك العمل فورا. أما ما دام عندي بصيص من أمل صغير أو كبير ضل متمسك فيه. أقول لك شيء: 95% من سفراتنا 120 ملك لنا، بمعنى مش مستأجر، مبنية، عمارات ملك لنا هي ومساكن السفير والموظفين. 95%. يمكن في دول كثير عندها الشيء هذا، بس كمان نحن مثلها، وفي دول ما عندهاش. المباني الحكومية في فلسطين برضو 90 إلى 95% ملك للدولة وليست مستأجرة من هون أو من أوقاف أو كذا أو من لا. كل هذا دليل على أنه الدولة ومكوناتها موجودة، بس مثل ما قلت. العضوية الدائمة في الأمم المتحدة عضوية كاملة المواصفات. هذا ما نسعى إليه الآن. نحن يعني من القضايا اللي ذكرتها في خطابي في الأمم المتحدة العضوية الكاملة واعتراف دول العالم بنا. مستمرون في الوصول إلى محكمة العدل الدولية رغم الضغوط؟ احنا سنستمر ومهما كانت الضغوط اللي نعيشها الآن. أنت مستمر؟ أنا مش مستمر وبإلحاح، ولا أملك التردد. أنا لا أملك التردد. نحن أصحاب قضية، وهذا كررته كمان في خطابي في الأمم المتحدة. نحن نحافظ على ثوابتنا، نحافظ على قرارنا المستقل، لن نتلقى تعليمات من أحد. وهذا ما مش بقوله بالهوى. علاقتك بمصر عاملة ازاي؟ أولا نحن تاريخيا علاقتنا مع مصر وليس مجاملة لمصر علاقة جيدة، ونشعر أن مصر دافئة، حدود دافئ معنا. أنا علاقتي مع الرئيس السيسي منذ أن جاء علاقة ممتازة. أشكرك يا فندم على قبول هذه الدعوة، وأعبر بشكل شخصي عن عميق امتناني بهذا اللقاء. أهلا وسهلا. شكرا. أهلا وسهلا فيك وفي مصر. وإحنا أيضا أنا سعيد إني أحكي بعد 5 سنين صمت مع قناة مصرية. أشكرك سيد الرئيس. أهلا وسهلا. والشكر موصول لكم مشاهدي الكرام. هذه نقطة ختامنا. كنا معكم من مدينة رام الله، من مقر المقاطعة، مقر الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن.
هذه نقطة ختامنا، إلى ملتقى جديد، إلى هذا الحين وأبدا نستودعكم الله، إلى اللقاء. بسم الله الرحمن الرحيم.